أهلا، مواليد برج الحوت. خلينا كده نشوف طاقتك في خلال شهر من وقت سماعك للفيديو. طاقتك ايه في الوقت الحالي؟ طاقتك ايه في الوقت الحالي يا مولود برج الحوت؟ والله أنا شايفة طاقتك انت على عتبة تغيير كبيرة. شايفة حياتك في الوقت الحالي مفيهاش استقرار، فيها on و off كتير. شايفاك يعني مش مبسوط، ولكن في طاقة تفاؤل باللي جاي. أنا حاسس إن حياتي هتبقى كويسة. شايفاك يعني طاقتك ممكن بتطمح للزواج. في بتفكر في موضوع الزواج والارتباط. ممكن في شريك حياة جديد أو حد جديد داخل حياتك. في بشرة ممكن عاطفية أو حاجة. شايفاك يعني حياتك على عتب التغيير. لو انت أعزب عندك طاقة زواج، طاقة حد جديد هيعرض عليك موضوع زواج وهيفتح معاك الموضوع في شهر 2. شايفة عندك كمان في شهر 2 تغيير كبير هيحصل في حياتك وفي نفسيتك، هتبقى أكثر راحة أكثر سعادة، وده بسبب انتهاء أو خروج الفترة بتاعة كوكب زحل من عندك، وده هيأثر عليك جدا وهيأثر على نفسيتك. طيب خليني كده أشوف انت حاسس بالتغيير ده. شايفاك في الوقت الحالي مش مرتاح، بس حاسس ان انت هترتاح قريب. دي طاقتك باختصار. شايفاك يعني بتشاف جروح قديمة، خيبات، خذلان من أشخاص قديمة، أشخاص بيتكلموا عليك في ظهرك وحش، علاقات سيئة دخلت فيها، أشخاص أذوك وظلموك. بتحاول تتسامح، تحاول إن أنت ما تحقدش أو تشيل في قلبك من الأشخاص اللي أذوك. بتحاول يعني تبقى أكتر مرونة وانفتاح في حياتك. شايفاك بتتشافى من الجروح القديمة. طيب خليني أشوف مشاعر حبيبك للمنفصلين من برج الحوت. مشاعر حبيبك اتجاهك ايه في الوقت الحالي؟ منفصلين من برج الحوت. مشاعر حبيبك المنفصلين من برج الحوت. طيب أنا شايفة مشاعر حبيبك واضح إن العلاقة دي منتهية بقالها فترة طويلة، وحبيبك رافض يستسلم. شايفاه يعني قاعد يراقبك كتير ليل نهار، بيراقبك من حسابات فيك، حسابات وهمية. الشخص ده يعني لازال عنده أمل إن انتوا ترجعوا زي الأول أو القصة ترجع زي زمان. شايفة إن في قصة عشق ما بينك وما بين الشخص ده، وإن انتوا بتحبوا بعض جدا، والشخص ده بيراقبك طول الوقت ومركز معاك ونفسه ان انتوا ترجعوا مع بعض. شايفة فيه طاقة رجوع للمنفصلين، حضرتك عايز يرجع او اعتراف بالمشاعر. شايفة الطاقة دي في خلال شهر من وقت سماعك للقراءة، من يعني 8/2 ل9/3 في الفترة دي. يعني حبيبك هيجي يقولك ان هو لسه بيحبك وان العلاقة مش عايز، هو رافض ان العلاقة تنتهي. كارت التسعة بيتكلم عن كده، هو مش عايز العلاقة تنتهي، هو لسه بيحبك ولسه عنده مشاعر اتجاهك. طب خلينا نشوف، هل انت لسه بتحبه يا برج الحوت؟ هل انت لسه بتحب حبيبك القديم؟ والله أنا شايفاك يعني بتشوف إن العلاقة دي يعني حبيبك هو اللي مستفيد منها، أنت مش مستفيد منها في حاجة. ممكن العلاقة دي يكون حبيبك عنده طرف تالت أو اوريدي متزوج. ف يعني شايفة إن القصة دي يعني مش عاجباك. وهل أنت بتحبه؟ أنت شايف إنك تعبت جدا معاه، وإن حد عنده إيجو عالي ونرجسي وأناني. مش شايفاك بتحب الشخص ده، وشايفاك بتحاول تدخل في علاقات تانية أو حاجة، لكن انت مش عارف تخلص منه ومن تعلقك بيه، بس مش شايفاك عندك مشاعر اتجاهه. ممكن كمان انت شايف الشخص ده عايز العلاقة بشكل غير
شرعي، ممكن عايز العلاقة كانجذاب جنسي، كعلاقة صداقة، علاقة من غير مسمى، مش قادر يواجه أهله أو يعرفهم بحقيقة ارتباطك أو علاقتك بيه يا برج الحوت. فشايفة يعني حبيبك انت ممكن فاقد الأمل في القصة دي أو حاسس إن هي مش حلوة ليك. عندك هنا برج الجدي والأسد والعقرب والحمل والسرطان والجوزاء. طيب العزاب القادم ليك عاطفيا من مواليد برج الحوت. العزاب من مواليد برج الحوت، انت بتحاول تتشافى من علاقات قديمة، بتحاول تنسى الخراب اللي حصل، مش عارف يعني دخلت في علاقات مدمرة الفترة اللي فاتت يا مولود برج الحوت. عندي هنا الفايف اوف كابس، علاقات عاطفية فشلت، خذلان من أقرب الناس ليك، يعني ما بقيتش بتثق في حد، انت بتحاول تتسامح وتنسى يعني، ومش متفائل، يعني فقدت الثقة في الناس بسبب اللي شفته يعني. عموما العزاب أنا شايفة إن في عندك هنا كارت الشمس مع الجاست بيتكلم عن علاقة ترسيم وزواج وعلاقة رسمية في النور والعلن. في حد هنا ممكن يكون من برج الأسد أو القوس، طاقة نارية جدا. الشخص ده يعني هيتقدم لك وهو حد وضعه المادي كويس جدا، بس أنا شايفاك برضو يعني مولود برج الحوت الأعزب، شايفاك واقف على أعصابك كده وأعصابك مشدودة، ممكن واقف يعني مركز بقوة، خايف ان الشخص اللي ده يكون شبههم او يكون زيهم، يعني شايفاك مش عارف تتقبل فكرة انك تدخل حد كده في حياتك وخلاص بهدوء، لا شايفاك مركز مع كل حد ومش هتسمح لأي حد بالسهل ان هو يدخل حياتك. فشايفة ان في طاقة اعجاب من حد هو اللي هيبدأ بالاعجاب، انت في البداية مش هتكون مصدقه، بس شايفة في طاقة هتبدأ بطاقة ترسيم. ممكن جدا زي ما قلنا الشخص ده يكون من برج الأسد، شايفاه شاب وأعزب مش مرتبط. ممكن سنه يعني من 28 ل30 في السن ده شباب. شايفاه يعني حد يعني وضعه المادي كويس، أو ممكن يكون محامي أو بيشتغل في القضاء، أو ممكن يكون مدير بنك، يعني ممكن يكون تاجر وليه مشاريعه الخاصة، عنده محلات خاصة بيه، شغله يعني حر جدا وعنده حرية مالية كبيرة. يعني العزاب عندكم حد جديد، الماضي مش مناسب ليك العزاب، يعني انت بتحاول تتخلص من الماضي. المتزوجين من مواليد برج الحوت، المتزوجين انا شايفة ان في انت شاكك في الشريك ان هو بيخونك او عنده طرف ثالث. شايفة يعني الشخص ده يعني مش عنده حد ولا حاجة، هو بس مركز على شغله، في طاقة من الفتور ما بينك وما بينه. شايفة الأمور والأجواء هتهدى ما بينك وما بينه، وهتبدأوا تركزوا مع بعض شوية لما انت تهدى انت كمان وتتشافى، لأن أنا شايفاك مش مرتاح. شايفة كمان المتزوجين انتوا ممكن يعني تعرضتوا لطاقة أسحار بقوة، عندكم طاقة تشافي من الأسحار اللي كانت مؤثرة على علاقتك بشريكك يا مولود برج الحوت، خاصة لو سيدة ممكن تعمل لك طاقة أسحار عشان تبعد بينك وما بين جوزك أو تخلي العلاقة ما بينكم مش أحسن حاجة. ولكن شايفة في طاقة تشافي خلال عدة واحدة من وقت سماعك للفيديو، في طاقة تشافي. طيب خلينا كده نشوف ماذا يحمل المستقبل، ماذا يحمل المستقبل ليك. عموما لو في سيدة بتسمعني هنا وبتسأل عن حمل، عندك طاقة حمل شهر 8. طيب يعني ماذا يحمل المستقبل ليك؟ شايفة يعني المستقبل بيحمل ليك ارتباط عاطفي،
شايفة في حد هيروح يكلم أهلك، في طاقة حب متبادل هنا، بتقف كبس بتتكلم عن كده، في حد يعني هتدخل معاه قصة حب وهترتبط. ممكن ده حد يكون من الكوميونتي بتاعكم، جيرانكم، أصدقائكم، حد يعرف عيلتك كويس قوي. المستقبل يحمل ليك ارتباط. وشايفة هنا في طاقة شراكة مادية، ممكن يعني انت وصديقك تشتركوا في مشروع مع بعض والمشروع ده ينجح جدا. شايفة كمان في يعني وضع مالي كويس في شهر 2، في يعني وضع مالي ازدياد في الوضع المالي. ايه التحديات اللي بتنتظرك في المستقبل خلال شهر من وقت سماعك للقراءة؟ ايه الصعوبات اللي بتنتظرك يا مولود برج الحوت، او ايه الحاجات اللي تخلي بالك منها؟ والله أنا شايفة التحديات اللي بتقابلك هي قبول التغيير، ان انت داخل على تغيير في حياتك. ممكن مثلا انت بقالك فترة طويلة أعزب وداخل على فترة زواج، فانت يعني مستغرب التغيير. فالتحديات اللي بتقابلك هي قبول التغيير، لان انت بقالك فترة على روتين معين ثابت، حياتك ماشية بنظام معين، بطيء جدا في حياتك. فطاقة البطء والروتين والحاجات دي كلها يعني هي اللي كانت حياتك هادية جدا ما فيهاش أي أحداث، ففجأة تحصل أحداث في حياتك، خاصة أحداث ارتباط أو زواج. ممكن لو سيدة عندك يعني طاقة حمل لو انت متزوجة، ففي تغيير هيحصل في حياتك. انت بطبعك هادي وفي حالة كده، ففجأة تلاقي حياتك بيحصل فيها أحداث، فده ممكن يوترك شوية ان انت تنتقل من أحداث لأحداث تانية. شايفة يعني التحديات اللي بتواجهك هي يعني ان انت مطلوب منك تغير ممكن تنقل من مكان لمكان تاني، خاصة في شهر 2. شايفة وكمان ممكن للبعض في طاقة سفر، ففي صعوبات هتقابلك في الناحية دي لو انت بتفكر تسافر، او زي ما قلت هو تغيير وضعك، في تغيير في روتينك او نظامك هتتجبر عليه شوية. ايه الأهداف اللي هتحققها خلال شهر من وقت سماعك للقراءة؟ ايه الأهداف اللي هتنجح تحققها يا مولود برج الحوت؟ ايه التحديات اللي هتقدر تحققها؟ والله أنا شايفة التحديات اللي هتقدر تحققها يا مولود برج الحوت هو إن أنت هتقدر يعني تخرج من منطقة العزلة أو من منطقة الراحة. يعني مش هتفضل لوحدك كتير في يعني استخدام لخبرات سابقة في تطوير عملك. شايفة عندك ذكاء، عندك حكمة، عندك معرفة كبيرة، هتبدأ ان انت تستغل المهارات والمعرفة والحكمة اللي عندك في ان انت تطور من مستقبلك ومن شغلك. ففي عندك نجاح في شهر 3 و4 في شغلك، وفي شهر 8 وفي شهر 9. الفترات دي فيها نجاح كبير في شغلك. وشايفة كمان هتنجح ان انت تخرج من حالة العزلة. في عندك طاقة ارتباط مع حد، ممكن برج العقرب أو حد شايفاه يعني هيكون بيحبك يا مولود برج الحوت، هيخرجك من حالة العزلة دي وهيخليك سعيد ومبسوط. طيب ايه اللي يعني مستخبي عنك يا مولود برج الحوت ومحتاج ان انت تعرفه؟ ايه السر اللي مستخبي وايه مولود برج الحوت مهم يعرفه؟ ايه الحقيقة اللي المفروض تتكشف لك ولازم تعرفها يا مولود برج الحوت؟ والله السر اللي المفروض يعني يتكشف لك، شايفة يعني السر هنا بيتكلم عن فرصة انت خسرتها، وفرصة ضاعت عليك وانت زعلان جدا يا مولود برج الحوت، وحاسس ان يعني
خسارة كبيرة، ممكن قاعد تعيط على حاجة، فرصة عاطفية ضاعت منك، فرصة مشروع ضاعت منك، فرصة عمل ضاعت منك. فالنصيحة هنا ليك ان الحاجة اللي ضاعت دي مش فيها سعادتك، وان عندك بداية جديدة وتعويض وسعادة وتحقيق أمنية في نفس الحاجة اللي اترفضت لك. يعني عندي هنا ناس الخسارة كانت مادية، في ناس هنا الخسارة عاطفية. في جميع الأحوال في بداية جديدة هتسعدك أكتر وهتحقق فيها أمنيتك الحقيقية. فأنت حاجة أنت كنت مفكر إن أنت بتتمناها وإن هي خير ليك، والحاجة دي ما حصلتش وفشلت، علشان في حاجة تانية هتحصل على الجانب الآخر أحسن ليك، وهي أنت بتتمناها بقالك فترة طويلة وهتسعدك أكتر. إيه كمان اللي محتاج تعرفه؟ إن أنت يعني أنت شفيت تماما وفي عندك طاقة توازن، وإن أنت دلوقتي يعني أصبح عندك مرونة في التعامل، أصبحت حكيم. طاقة التسامح اللي عندك دي وقبول للواقع، إن أنت دايما راضي ودايما بتحمد ربنا، الطاقة دي هي اللي هتجلب لك طاقة خير. في عندك يعني تحقيق أمنية. ممكن للبعض الأمنية دي هتكون طاقة سفر، للبعض آخر الأمنية دي بداية عاطفية جديدة سعيدة مع حد يعني بيحبك. في هنا ناس برضو ان هم خسروا في مشروع او حاجة البداية، لا في تعويض. كارت الناين اوف كابس بيتكلم عن كده، امنيات هتحقق، رفاهية مادية، رضا وسعادة، احساس بالرضا والسعادة. طيب ايه اللي المفروض تتخلى عنه او تبطل تعمله يا مولود برج الحوت؟ ايه اللي المفروض تتخلى عنه او تبطل تعمله؟ طيب اللي المفروض تبطل تعمله يا مولود برج الحوت، ان انت تعيش في دور الضحية والمظلوم، وان انا يعني مسحور، ان انا محسود، ان انا يعني كل حاجة بتفشل، ان انا حياتي متعطلة، ان انا حياتي واقفة. المفروض تبطل يعني تعمل ده، ويعني ما تقعدش تعيش في دور الضحية. انا اي حاجة عايزها بخسرها، انا اي حاجة نفسي فيها بتبوظ، انا حياتي زفت بقالها 5 سنين، انا فاخرج من طاقة الضحية والشكوى والتذمر ده. ويعني ايه اللي المفروض تتخلى عنه؟ ان انت ما تستسلمش بسهولة وتآمن، واي حاجة عايزها تقاتل عنها بقوة، ما تستسلمش لحد ما توصل. ويعني تحمي نفسك من الأشخاص اللي بيضايقوك، وشايفة عندك طاقة نصر ونجاح، بس آمن بنفسك وكمل في الطريق. ويعني محتاج ما تأمنش إن طاقة أسحار أو حاجة ممكن تعطلك أو توقف طريقك. رسالة أو نصيحة ليك يا مولود برج الحوت. نصيحة، لو هناخد نصيحة، ربنا مثلا عايز يوضح لك ايه او يكشف لك ايه يا مولود برج الحوت، او نصيحة ليك الفترة دي محتاج تسمعها. نصيحة ليك يا مولود برج الحوت، يعني انت داخل على طاقة وفرة مادية كبيرة قوي. حاول تفرق يعني ما بين اللي بيختارك او عايز يكمل معاك عشان المميزات اللي عندك او فلوسك او كده، واللي بيقرب منك عشان هو بجد بيحبك ومكمل معاك في جميع الأحوال. يعني أعرف اللي بيحبك لذاتك واللي بيحبك لمصلحتك. عندك تغيير كبير ونقلة مادية كبيرة. عندي هنا في شهر 12، شهر 9، شهر 3، عندك نقلات مادية كبيرة وحظوظ مادية كبيرة. نصيحة ليك يعني في فرصة ليك في شهر 3، حاول تستغلها. في برضو هنا حد معجب بيك، ممكن يتقدم لك أو يحاول يكلمك. نصيحة ليك برضو يعني فكر في نفسك، ويعني خد قراراتك بعقلك، بلاش الاندفاع. نصيحة ليك يعني خلي تركيزك في شغلك، لأن عندك نقلات نوعية كبيرة في شغلك الفترة الجاية مولود برج الحوت.